اوهام السوشيال ميديا. كلكم كتعرفوا ان ادمان مواقع التواصل الاجتماعي كيخلي فينا اثر خايب في النفسيه ديالنا. السوشيال ميديا كتوهمنا بشي حوايج ما كاينينش ولا ما نحسو. من بين الاوهام ديال السوشيال ميديا الاحساس بالنقص والانحباط. الانسان المدمن على السوشيال ميديا كيشوف الناس فرحانين وما عندهمش مشاكل، وبالرغم من ان داك الانسان يقدر يكون عارف ان دوك الناس غير كيمثلوا وان داك الشيء ماشي حقيقي، ولكن التكرار ديال دوك المشاهد كيأثروا على العقل الباطني او اللاوعي. من بعد ما اللاوعي ديالك كيتيق دوك المشاهد كيبدا يدخل لك افكار اللي تخليك تحس بشعور ديال الانحباط، وكتولي تحقر الذات ديالك وكتبدا تشوف حياتك كانسان فاشل وحياتك عامره غير بالمشاكل على عكس الناس الاخرين. من بين الاوهام اللي كتبارطاجا ايضا في السوشيال ميديا واللي بزاف ديال صناع المحتوى او المؤثرين كيديروها، وهي انك لا دخلتي لاصال وبديتي كتريني ولا كدير اي سبور عامه فراه حياتك غتبدل وغتولي فرحان. بصح من الناحيه الجسديه راك غتبدل، ولكن باش تقول لي حياتي كامله فانا غنقول لك راه غير كتخربق. فالواحد ملي كيدخل لاصال وهز مع الفكره ان حياته غتولي زوينه، راك غير كتوهمو وكون على يقين ان داك السيد غيضرب واحد شهرين غيلقى حياته باقا كما هي، فراه ما غيبقاش يتريني، على عكس واحد داخل الفكره تيبدل من الجسم ديالو وماشي من الحياه ديالو. وحتى هاد الفكره كنشوفها عند الناس اللي تيكميو، وهي انهم الا قطعوا الكرو غادي تتحسن حياتهم، وفاش كيحيد الكرو كيلقى حياته باقا كما هي غير ما بقاش كيكمي. هنا كيدخل مع الشك انه هو فاش كاين المشكل وان الكرو عادي وهكا يقدر يرجع للكرو. اما واحد حيد الكرو حيت وعى بالخطر ديالو وبان الكرو مضر للصحه، فنسبه انه يبعد من الكرو كتوصل ل 100%. على اي السوشيال ميديا بحال انستغرام وفيسبوك داروا باساس التسويق للمنتجات، يعني بحال شي ماركت، وحتى من واتساب اللي كانوا فيه غير الميساجات ولا حتى هو موقع تسويق المنتجات. يعني هاد المواقع ما داروش باش انك تبقى دوز نهار كامل في الريلز وتبقى تتبع هذا شنو دار وهذيك شنو شراش. ما خصكش تكون مستهلك، خصوصا الا كنت كتبع شي محتوى ماشي تلهي. فراه كما قلت اللاوعي ما كيفرقش بين الحاجه الزوينه والخايبه، فهو الحاجه اللي كتكرر عنده هي اللي كيدخل للراس. من الاخر حاول انك تبعد من التليفون الا كنتي كتستخدمه بزاف، مثلا 4 حتى 5 سوايع في النهار، فحاول انك تولي تستخدمه غير في الضروره فقط بحال المكالمات والمساجات، وما تبقاش تتفرج في اي محتوى كان. اختار المحتوى اللي غادي ينفعك بحال تعلم اللغات، بحال الرياضه، بحال المحتوى ديال الدراسه، واخا هكاك بقى ترد البال الافكار اللي كيدوزو في دوك الفيديوهات. وحاجه اخرى، ماشي حيت ما عندك ما يدار تجبد التليفون وتبقى تسكرولي وتبقى تتفرج في الريلز، حاول انك تستغل داك الوقت بشي حاجه غادي تنفعك من هنا للقدام، ولا تتعلم شي مهاره بحال البرمجه ولا المونتاج. عطا الله ما تتعلم، خاصك تستغل الوقت ديالك.